وبجيبك عند الميزان. نعم. الميزان هذا بتحط كفة فيها ايش؟ سيئات، وكفة فيها حسنات. نعم. كل اللي عملته في الدنيا يقول الله فيه هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني كل شيء مكتوب. طيب لما توقف هناك أمام الميزان، وأرجو تتصور معي المشهد، في خصوم راح يجونك. الذنوب 3 أنواع: ذنب بينك وبين الله، هذا تحت مشيئة الله وربك غفور رحيم. الشرك اللي يموت عليه هذا لا يغفر، لكن ما دام انه حي وتاب منه ابشر بالخير. الثالث الشو؟ حقوق الناس، هذه ما يغفرها الله حتى لو كان شهيد. هذه حقوق الناس تؤخذ منه. نعم. طيب انت الآن وقفت امام الميزان، كم شخص اغتبتهم في حياتك انت تستطيع تحصيهم؟ انت اذا كان كتب الله انك تعيش 70 سنة فستحاسب عن 55 سنة. ال 55 سنة هذه دكتور عيسى كم يوم؟ 20,000 يوم تقريبا. إذا كنت ما تغتاب كل يوم إلا 10 أشخاص، يا الله، فمعناه كم خصم بيجي هناك؟ 200,000. يا الله. كل ذول يشيبون منك حسنات. هل لو قلت تكفون أنا خويكم أنا رفيقكم أنا كنت دائما أغردكم أزبط تكفون؟ هذا أصلا هو هذا هارب من أمه وأبوه لا يأخذوا منه حسنات، فمستحيل يتنازل. يا الله. طيب هذول منين تجيب لهم حسنات؟ هنا تجي فائدة الذكر. الذكر. الله. عرفت ليش الذكر الآن أعظم الأعمال؟ الله. لأنه عمل يسير يجيب لك حسنات ضخمة تحطها في ميزان حسناتك، فإذا جو الخصوم تقدر تسددهم. الله. عرفت الآن أهمية الذكر؟ هنا الآن في الحالة هذه أنت تتعامل مع الذكر كأنه تحصيل حاصل ولا لا؟ أنا محتاج هذا الذكر، بفك نفسي أنا وراي ديانة بكرة أنا. الله. فهنا تفهم أو هنا تعشق العبادة.